في هذا الفيديو نحكي لكم بالتفصيل أحداث الحلقة 16 من مسلسل مولانا، والتي حملت عنوان الكشف. الحلقة التي ينجح فيها فارس أخيراً في كشف حقيقة جابر، بينما يتحرك السلاح خفية نحو العادلية، ويغادر مولانا القرية في نهاية صادمة. أولاً، فارس يكشف حقيقة جابر. تبدأ الحلقة مع وصول فارس إلى بيت هالة شقيقة جابر ليسأل عن حادث العادلية والملابسات القديمة. ارتباك هالة ونظراتها المتهربة يرفعان من مستوى شكوكه، لكن اللحظة الحاسمة تأتي عندما تقع عيناه على صورة جابر معلقة على الحائط. من هذه الصورة يتأكد فارس أن الرجل الذي يعيش في العادلية باسم سليم العادل ليس سوى جابر الهارب من ماضيه، لتفتح أمامه أبواب مواجهة قادمة عنوانها الكشف. ثانياً، فاتنة تهرب إلى جورية حماية عند مولانا. في خط آخر نعرف أن فاتنة بعد هروبها من بيت العقيد لجأت إلى بيت جورية. جابر يطمئنها ويؤكد لها أن حياتها وحياة الجنين في أمان، في مشهد يظهر الجانب الإنساني لديه وسط كل التوتر والدم. هذا الاحتضان يضع فاتنة في صف جابر بشكل أوضح، ويجعل صراعها مع العقيد أكثر تعقيداً. ثالثاً، خطة العقيد لتغيير ملامح العادلية. العقيد الذي يشعر أن نفوذه بدأ يتآكل يقرر إعادة ترتيب أوراق الضيعة بطريقته. يفكر في تعيين أبو ليلى مختاراً للعادلية في محاولة لإعادة إنتاج سلطة جديدة موالية له على الأرض، ولكي يقود المرحلة المقبلة بشخصية يظن أنه قادر على التحكم بها واستغلالها. رابعاً، نقطة أمنية أمام منزل سليم، حصار باسم الحماية. في العادلية يصدر قرار بإنشاء نقطة أمنية أمام منزل سليم العادل. جابر يسخر من هذه الخطوة قائلاً: تركين حماية الوطن وجايين يحموني أنا، في إشارة ساخرة إلى المفارقة بين ما يقال عن الأمن وبين حقيقة الحصار المفروض على بيته. هذه النقطة الأمنية تمنع الأهالي من الاقتراب بحرية، وتحول بيت مولانا عملياً إلى منطقة مراقبة مشددة. خامساً، نبحان يعود والسلاح يختبئ بين الصيصان. نبحان يعود إلى العادلية بسيارة محملة بالصيصان. العقيد يستغرب المشهد ويشعر أن هناك شيئاً غير طبيعي، لكن لا يملك دليلاً واضحاً. ما لا يعرفه هو أن السيارة تخفي شحنة سلاح مخبأة بين صناديق الصيصان، لتستمر خطة جابر في إدخال السلاح إلى القرية تحت غطاء بسيط لا يلفت الانتباه. سادساً، خروج جابر من العادلية، بداية مرحلة جديدة. في مشهد مفصلي يغادر جابر العادلية بمساعدة الضابط أنور، يترك القرية مؤقتاً منتظراً عودة فارس من الشام بعد أن انكشفت حقيقته. خروجه ليس هروباً فقط، بل تمهيد لمواجهة أكبر، لأن الكشف وقع بالفعل في عقل فارس، وما ينتظر جابر عند عودته لن يكون كما كان قبلها. تنتهي الحلقة 16 على لحظة انتقال. فارس عرف الحقيقة، السلاح دخل العادلية، والعقيد يعيد ترتيب نفوذه، بينما يخرج جابر من القرية وهو يعلم أن معركة كشفه قد بدأت رسمياً. لو أعجبك هذا الملخص الدقيق، لا تنسى اللايك والاشتراك ليصلك ملخص الحلقة 17 فور عرضها على ملخص قبل العرض.